اهلا وسهلا بيكم في وصفة جديدة. انا هند فهمي. النهاردة هنعمل مع بعض مكرونة آه بشاميل بالوايت صوص. يعني هنعتبرها مكرونة بشاميل ومش بشاميل في نفس الوقت، لان هي مش باللحمة المفرومة. طبعا الاكلة دي او المكرونة عامة اللي فيها بشاميل كلنا بنحبها، كبار وصغيرين. والاهم من كده كمان ان المكرونه دي بتتاكل في اي وقت يعني جعانين بالليل، في غدا، في اي وقت بنحب ناكل الاكله دي، ملهاش وقت معين معانا. كان اللي يهمني ان المكرونه تطلع الصوص بتاعها كده البشاميل جميل. وهنبدا مع بعض في الوصفه على طول. دي حله كنت حاطه فيها ميه وزيت عشان انزل فيها المكرونه، وحله تانية كنت حاطه فيها معلقه زبده وهنزل عليها ببصله مبشوره او متقطعه صغير كده. هديها كده تقليبة 2 3 لحد بس ما البصلات اصفر معاه شوية، وبعد كده هبدأ انزل بمعلقة توم صغيرة خالص. ده مشروم انا منضفاه مقطعاه. عايزة اقولكم ان المشروم يعني بيدي طعم حلو قوي للمكرونة، غير ان هو مفيد في المكرونة بالذات البشاميل او فيها المكرونة عامة اللي فيها وايت صوص، بيبقى طعمها مختلف قوي. انا نزلت بالمكرونة عشان تتسلق، وبسوي المشروم نص تسوية، مش بديله تسوية كاملة يعني. هياخد بس تشويحة كده وتسوية بسيطة، علشان لما اجي احطه في المكرونة ما يبقاش ياخد وقت عشان يستوي. المكرونة ما بتقعدش وقت كتير معانا في الفرن. دي فراخ بقى انا كنت مقطعاها. كانت عندي كانت فراخ زي الستريبس كده، يعني كانت شبه متحمرة، وحطيتها على المشروم. هنا بقى جبت حلة عشان اعمل بشاميل، فيها معلقتين زبدة كبار، وحطيت معلقتين دقيق او 3 معالق دقيق. انا كنت حابه البشاميل يبقى كتير فحطيت السمنه والدقيق كتير، برضو هزود اللبن. هنفضل نقلب لحد ما ياخد اللون اللي انتوا شايفينه ده. انا مش عايزاه يبقى غامق قوي ولا فاتح قوي، لحد ما نحس بيه ونشم ريحه الدقيق. ننزل بقى على طول باللبن. هنا انا كنت حاطه حوالي كيلو وربع لبن، وزي ما قلت لكم معلقتين زبده، وحوالي معلقتين ونص دقيق او 3 معالق دقيق. هديله كده رشة ملح، رشة فلفل، رشة جوز الطيب لو حابين. وجوز الطيب دي اختياري، بس انا بحبها بتبقى حلوة قوي مع البشاميل. وهنقلب البشاميل كويس قوي لحد ما ياخد القوام المطلوب، اللي هو يبقى تقيل شوية، يعني ما بقاش تقيل قوي ولا خفيف قوي، وسط، علشان لما نيجي نحطه في المكرونه يبقى زي ما قلت لكم كده ايه، طري كده وجوسي ونعرف ناكله. هنا انا جبت المكرونه، الحته بقى اللي بكلمكم عنها المهمه هي دي. جبت المكرونه، جبت شويه جبنه موتزاريلا، شويه جبنه رومي، شويه جبنه شيدر، اي جبنه عندك ميكس، وخلطتهم على المكرونه وقلبتهم مع بعض. وهبدا انزل عليهم بمغرفتين كده بشاميل، يعني حبه بشاميل كده عشان هقلب كل ده في بعضه. ده هيخلي طعم الجبنه مع المكرونه مع البشاميل، كل ده هيبقى في بعضه، هيدينا طعم تحفه. وهبتدي انزل بقى هنا بالمشروم والفراخ اللي عندي. الوصفه دي مش لازم نعملها بفراخ، ممكن نعملها بمشروم بس. في العادي الناس بتعمل المكرونه البشاميل باللحمه المفرومه، بس انا حسيت ان انا زهقت من كتر ما اعملها باللحمه المفرومه، فحبيت ان انا اغير، فقلت اعملها بالمشروم. وكان عندي شويه فراخ فقلت اضيفهم عليهم، هتديها طعم جميل. يعني لو ما عندناش فراخ ممكن نحط عادي مشروم بس. وهنقلب كل ده في بعضه. كل ده طبعا مع لما نيجي ناكل هنحس بالطعم، كل حاجه داخله في بعضها. هنا هدي بس مغرفه بشاميل كده في الصينيه من تحت. دي برضو هتخلي البشاميل من تحت، المكرونه تبقى جوسي من تحت وطريقه ما تلزقش كمان في الصينيه او في الطاجن بتاعنا. وبعد كده هنبتدي بقى ننزل بالخليط بتاعنا كله. طبعا احنا مقلبينه كويس قوي، فالجبنه في المكرونه في الفراخ في المشروم في شويه البشاميل اللي احنا حطيناهم كده، لما تيجي تاكلي تحسي ان طعم البشاميل مع الجبن مع كله في بعضه. مش طبقات بقى زي ما بنعملها في العادي، وتبقى طبقة مكرونة وطبقة لحمة، او طبقة مكرونة طبقة فراخ طبقة بشاميل. لا، الفكرة في الوصفة دي، او زي ما قلت لكم ان هي تبقى مختلفة معايا، ان انا حطيت كله بعضه عشان احس كله مع بعضه لما اجي اكل، وتبقى جوسي وتبقى طرية، وفي نفس الوقت تحسي بطعم البشاميل اللي فوق وتحت مع المكرونة من النص.
هنا بقى هبتدي انزل بشويه بقى جبنه موتزاريلا. انا هنا بنزل عليها من قبل ما احط البشاميل. ليه؟ علشان المكرونه الموتزاريلا بتاخد وش او بتحمر شويه، فما بتدينيش المطه بقى، انا عايزه المطه دي. وابتدي بقى انزل البشاميل عليها بقى بعد ما احط كميه الموتزاريلا اللي انا عاوزاها. وطبعا لما نحط كميه موتزاريلا حلوه، على يعني على قد ما احنا بنحبها نحط كميه موتزاريلا، لان هي بتخلي الطعم تحفه كمان مع البشاميل. وده كان شكلها بعد ما حطيتها كلها. هديها بقى رشه خفيفه كده موتزاريلا من فوق، دي عشان اللون والطعم برضو من فوق على البشاميل كده هتبقى حلوه قوي. وهنسيبها في الفرن حوالي ربع ساعة، لان كل حاجة تعتبر شبه مستوية. ربع ساعة تلت ساعة بكتير، مش هنسيبها اكتر من كده. على درجة حرارة 180 برضو، مش درجة حرارة عالية. وهتطلع زي ما انتوا شايفين بالشكل ده. طبعا هي خدت وش معايا هنا كده جميل. هبتدي بقى اقطعها بالشكل اللي انتوا شايفينه. طبعا انا هنا وانا بقطعها اهو شايفين انا الصوص بتاع البشاميل طالع معايا. انا ما سبتهاش تبرد كتير قوي على فكره، انا يا دوبك طلعتها ما كملتش 5 دقايق وبدات ان انا اقطع فيها. ليه؟ لان انا بحب اكلها سخنه، هي بتتاكل سخنه، وبحب اكلها وهي الصوص بتاع البشاميل كده سايح وطريه كده من جوه، ما تبقاش ناشفه كلها وقفشت في بعضها. وهي دي الميزه في اللي انا بقول ان احنا نحط كله ونقلب كله على بعضه، وبعد كده نبدا نحط البشاميل من فوق نزود عليه. لما تيجي نقطعها بقى نحس بالصوص كده زي ما انتوا شايفين، والبشاميل طالع معايا ومغرقها من كل حته. وده هيبقى شكلها واحنا بنطلعها. شايفين هي اهي جوسي والمكرونه وكله دايب في بعضه من كل الاتجاهات. اتمنى الوصفه تعجبكم، وما تنسوش تفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. وبألف هنا وشفا ان شاء الله. وده كان شكلها النهائي بعد ما قطعتها